تعال نقرأ شوية أخبار مع بعض. أول خبر معانا عن النادي الأهلي، بيقول لك محمود ناجي حكم لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، المباراة اللي هتتلعب يوم 5/5/2026 5 مايو 2026 الثلاثاء. حكم الساعة يبقى محمود ناجي، وحكم الفار هيبقى حسام عزب، وهيساعده شريف عبد الله. ماشي. طيب عايز اقول لك المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. ده أول خبر معانا. تاني خبر معانا، في احتمال كبير يعني غياب محمود حسن تريزيجيه عن مباراة إنبي. يعني هو قال لك يعني إن الجهاز الطبي بالنادي يتحفظ على مشاركة اللاعب في المباراة خوفا من تعرضه لمضاعفات في موضع الإصابة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم حالته وغيابه لفترة أطول. ماشي. يعني رؤية الجهاز الطبي اللي هو ما يلعبش مباراة إنبي ونصبر عليه شوية، وفي كذا بديل يعني عن تريزيجيه يعني. ماشي. ده الخبر الثاني معنا. الخبر بعد كده معانا، الأهلي بيدرس رحيل محمد شريف بنظام الإعارة. يعني قال لك الإعلام أحمد حسن إن الأهلي يدرس إعارة محمد شريف لاعب الفريق نهاية الموسم. وقال أحمد حسن يعني عبر برنامجه الكابتن على قناة DMC هناك اتجاه داخل النادي لبحث العروض المقدمة للاعب خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح خيار الإعارة حال الاستقرار على ذلك بشكل نهائي. ماشي. ويسعى الأهلي لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات. ده اللي هم قالوا يعني. ماشي. التعليقات يعني بتقول لك يعني هو يعني في ناس بتقول لك يعني هو ما لعبش اساسا، ما خدش فرصته اساسا، يعني كان المفروض ياخد فرصته. احنا والله عايزين حد احسن، فانت احسن من محمد شريف، احسن من عثمان اوتاكا. احنا عايزين واحد زي مثلا نفتكر عماد، يعني احمد بلال، يعني عماد متعب، عندك مثلا حسام حسن، يعني مثلا وسام ابو علي، فانت قصدي كده يعني. فعايزين حد احسن، فانت الفكره عامه. لو تفتكر في لاعب اسمه سليمان كوليبالي، ده كان لاعب حلو جدا وكان مهاجم حلو جدا، كان احسن حتى من وسام ابو علي، احسن مهاجم جاء النادي الاهلي. بس هو دماغه مش حلوه، هرب من النادي الاهلي وقعد يهرب من النادي وقعد يهرتل. هو ضيع مستقبله بايده، لكن هو مهاجم حلو جدا، فهمت قصدي؟ فعايزين واحد زي دوت. عايزين واحد والله العظيم، لو تتكلم مع فيستون مايلي، فهمت قصدي؟ يا ريت والله العظيم، لعيب حلو قوي يعني، فهمت؟ تقدر تجيب حد احسن من محمد شريف وعثمان اوتاكا والحاجات ديت يعني. ماشي. برضو على فكره، برضو انت عندك جردشار ما هوش لاعب وحش، جردشار حلو قوي، فكان ينفع مع اللاعيبه ديت، كان هيفيدك في الفتره ديت على فكره جردشار. فانت معرفش ليه انت استغنيت عنه، فهمت قصدي؟ فلو انت عرفت تجيبه تاني هاته تاني بس. الخبر بعد كده معانا ان النادي الاهلي بيستعيد سلاحه مع عوده محمد هاني قبل لقاء إنبي. يعني هيلعب مباراة إنبي وهيلعب مباراة المصري. بس أنا في نظري لا، أنت لما لعبت ببيكهام يعني مكانه أحسن بكتير يعني. معلش في كلمة، محمد هاني بيسرح كتير ومفيش يعني. ده يعني محمد طاهر بيعمل عرضيات ما بيعملهاش محمد هاني، يعني مش فاهم في إيه يعني. فينك يا محمد هاني؟ مش عارف. فلا خليك من نفس التشكيل بتاع الزمالك يعني. بس فأنت شفت لو انت لعبت بقى بمحمد هاني، نشوف بقى يعني، نشوف مثلا عندك بيكهام وهيدر مع بعض، فهمت قصدي؟ لكن نهدى شويه من ياسين مرق. يعني شايف بيكهام حلو، حتى لما اتكلموا معاه ايه المستوى دوت ومش عارف ايه، فين المستوى ده من زمان، قال لك انا ما بلعبش وانا بلعب، انا قاعد دكه، انا بلعب ما بلعبش، وانا فين؟ انا ما فيش، لعبني وانت تلاقي مني خلشوت بس. فانا شايف اللعبه ديت، انا قلت لك اللعبه ديت مع مدرب كويس هتلاقي اللعبه دي بتطلع نار من جميع النواحي يعني. ونظام الازهر تظبط كده وما تبصش للفلوس والحاجات دي كلها، هتلاقي احلى شغل من اللعبه دي والله العظيم. ماشي. انا مش فاهم حاجه، انت فاهم حاجه؟ الاهلي يواجه شبح الايقافات قبل لقاء المصري. ماشي. طبعا الاهلي هيلاعب انبي، فبيقول لك يعني في مباراه انبي في لعيبه هتلعب، ففي 5 لاعبين مهددين بالايقاف، يعني فاهم بسبب ايه؟ تراكم الانذارات. فقال لك ياسين مرعي، طب ماشي. قال لك احمد رمضان بيكهام،
ماشي. محمد علي بن رمضان ماشي. واحمد نبيل كوكا ماشي. انا مش فاكر يعني، انا مش فاكر مين اللي اخذ انذار. ده موقع يلا شوت اللي كاتب الكلام ده يعني اساسا. يعني احمد رمضان بيه كان لسه شايفينه في مباراه، يعني مباراه الزمالك يعني. انت محمد علي بن رمضان ما بيلعبش اساسا يعني، بس هو اعتقد هو بينزل ياخد انذاراته بس. واحمد نبيل كوكا ماشي بيلعب ماشي وبياخد انذارات. لكن عمرو الجزار، عمرو الجزار اخذ انذارات امتى؟ يعني هو اساسا كده اخذ انذارين، يعني انذار في انذار. هو لعب امتى عمرو الجزار؟ مش عارف ايه هو ده كلام صح. هو مثلا كان بيعترض بره في الدكه، قاعد بره بيعترض مثلا في بياخد انذارات. انا مش فاهم. لما يقرا بعض التعليقات لقيت هو عمرو الجزار، هو حد كاتب لك بيقول لك مصطفى، بيقول لك هو عمرو الجزار لعب اصلا. الجزار يا جدعان نفسي اشوفه حتى ينزل بديل، فهمت قصدي؟ فيعني فاقنعني يعني، اقنعني يا عمرو الجزار. انتوا شاربين استروكس ولا انا اللي شارب استروكس ولا احنا شاربين؟ انتوا مالكم في ايه يعني؟ ماشي. يا عمي انا بس قلت اضحك معاك. انت اكتب لي في التعليقات عمرو الجزار اخذ انذارات بره ولا ايه، ولا مين اللي نسب الاهلي، نسب النادي الاهلي يعني. ونخش مثلا على نادي بيراميدز. قال لك بيراميدز بيرفض التفريط في محمود صابر. ماشي. قال لك يعني خالد الغدور بيقول لك اللي بيراميدز بيرفض التفريط في خدمات اللاعب محمود صابر بعد تألقه رفقة زد. وقال لك بيراميدز كان اعار اللاعب محمود صابر لصفوف زد بدايه الموسم الحالي، واللاعب اظهر يعني نجاحا كبيرا، سجل 5 أهداف وصنع 6، لفت الانظار في الموسم الجاري يعني. واكد الغندور تمسك بيراميدز بعوده محمود صابر بنهايه الموسم، ورفض القطر رحيله مع التخطيط الاعتمادي عليه كعنصر اساسي في تشكيل الفريق. ماشي. واحد كتب لك اسمه احمد محمد، قال لك لاعب جامد يعني. ماشي. اما الخبر بعد كده معانا اسماء طاقم تحكيم مباراه الزمالك وسموحه في الدوري اللي هتتلعب برضو بكره اللي هو يوم الثلاثاء يعني 5 مايو 2026 الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. هيبقى حكم الساحه محمد غازي، وحكم تقنيه الفيديو هيبقى محمد علي الشناوي، وهيساعد احمد صلاح. واتمنى يبقى في تعادل تحكيمي يعني. يعني عادي يعني الزمالك لما يتغلب عادي يعني يتحسب له عليه، تتحسب عليه ضربات جزاء يعني، مش لازم يتحسب له ضربات جزاء يعني. اتمنى يعني الجون لما يبقى تسلل بتتحسبه تسلل، مش نعوج الخط والحاجات دي كلها نقعد نحنكش في زي مثلا مباراه بيراميدز الجون يتحسب تسلل، جون يتحسب تسلل وجون ما تحسبش تسلل. ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ هات لي وجه الاختلاف يعني، مش ناقصين عته يعني. وكفايه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه بالشفا. خبر بعد كده معانا يعني ان نادي الزمالك كان عامل رحله يعني بالتقسيط يعني على 10 أشهر. بلغت تكلفة الرحلة 40,000 جنيه، بحيث يدفع المشجع 4,000 جنيه شهريا مقابل التواجد في الجزائر لمساعدة الفريق في نهائي الكونفدرالية قدام اتحاد العاصمة أو اتحاد الجزائر يعني. هو اسمه كده اتحاد العاصمة اتحاد الجزائر، هو له اسمين كده. لكن المفاجأة كانت ان عدد المتقدمين للسفر لم يتجاوز 4 أفراد فقط. ماشي. يعني اضطر نادي الزمالك الى الغاء الفكره اذا لم يكن من المنطقي تنفيذ الرحله لهذا العدد المحدود. فهمت قصدي؟ بس هو ده الفكره العامه. فتم الغاء الرحله يعني، تم الغاء رحله جماهير الزمالك الى الجزائر يعني. وهم يعتمدوا بقى على ايه؟ يعني يعتمدوا على الناس بقى اللي هناك بقى في الجزائر بقى. فهمت قصدي؟ بس هو ده اللي هم قال لك اهو لدور الجاليه المصريه في الجزائر، والتي حضرت بعدات جديده خلال مباراه الشباب والوزداد والزمالك التي انتهت بفوز الابيض 1-0. ماشي. وقال لك شوبير بقى، هو يعني كان بيتكلم في الموضوع ده شوبير يعني احمد شوبير، وخلص الكلام. قال لك اعتقد ان الفكره لم تنجح هذه المره، لكن هذا لا يمنع تكرارها مستقبلا، ربما في ظروف افضل وتوقيت اكثر ملائمه. ماشي. خبر بعد كده معانا طبعا المغرب بتدن، الله اكبر الله اعظم والعظمه ده وحده. ان شاء الله تقوم تصلي يعني، وانت ما تصليش يعني صلي يعني عشان الصلاه حلوه جدا يعني. ماشي. قال لك مهاجم الزمالك سيف الجزيري منفتح على مغادره النادي. خالد الغندور بيقول لك ان التونسي سيف الدين الجزيري لا يمانع الرحيل عن الزمالك بعد ابتعاده عن المشاركه بشكل اساسي خلال الفتره الماضيه. وقال لك يعني ان اللاعب لا يزال متمسكا بالاستمرار داخل الزمالك، لكنه في الوقت نفسه لن يمانع الرحيل حال قرارات اداره النادي تغيير موقفها بشان مستقبله. الناس في التعليق بتقول لك لعيب حلو يعني ولاعب كويس يعني وكده يعني. اما الخبر بعد كده معانا عن حسام حسن. قال لك حسام حسن يعني
مدرب من منتخب مصر يعني بيراقب مصطفى زيكو وظهير الظهير الايمن اللي طلع الجيش اللي هو خالد عوض قبل حسم قائمة المنتخب بالمونديال. ماشي. بس وده هو يعني مختتم يعني احمد اسمه ده الغندور ده خالد الغندور يعني بيقول لك ايه اللي هو ايه يعني قال يركزوا مع ايه مع مصطفى زيكو لانه عاجبه جدا جدا. وانا شايف اساسا زيكو بيقدم اداء حلو جدا جدا مع بيراميدز. و يعني وبيقول لك يعني ايه بيتابع خالد عوض ظهير ايمن طلائع الجيش وطلب من الجهاز الفني الاستمرار في متابعه زيكو وخالد عوض خلال المباريات المقبله. ماشي. وقال لك الغندور يعني خالد الغندور بيقول لك يعني خلص الكلام بقول لك ضم زيكو وعوض لقائمه المنتخب بيتوقف على مستواهما في المباريات. وقال لك يعني منتخب مصر في كاس العالم في المجموعه السابعه مع كل من ايران وبلجيكا ونيوزيلندا. ماشي. يعني واحد كاتب لك قال له اسمه يحيى قال لك ان شاء الله مصر تفوز وتصعد لدور ال 16. امين يا رب العالمين. ما فيش اخبار تانية قلت لك على كل الاخبار. افكرك باخر حاجه عندنا يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 3 مباريات في نفس التوقيت الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. سيراميكا مع بيراميدز والاهلي مع انبي وسموحه مع الزمالك. القنوات هتبقى على قنوات اون سبورت بقى. ماشي. وتقدر تشوفها على موقع اكتب على جوجل كوره بلس او موقع يلا شروط كوره بلس احسن كوره بلس احسن. وتقدر تسمعها في الراديو او تتفرج عليها على القهوه يعني. ماشي. اما لو انت بقى من عشاق النادي الاهلي زيي او من عشاق نادي الزمالك مش زيي ولا من عشاق انا مش من عشاق بيراميدز برضه انا عشاق النادي الاهلي بس الاهلي في القلب. اشترك في قناه استشبال اشترك في قناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو. ولو انت بقى على التيك توك على الفيسبوك بقى اعمل متابعه. كان معاكم محمد كرم شبرون من قناه شبرون الاهلاوي ده في الموضوع. مثال.